راح نبداو باول تمرين راكم تشوفوا فيه. عندنا واش درت انا هنايا؟ التمرين راهو عندكم الاول، حكمت الاعداد حطيتهم في كسر واحد وحطيت الاسس قوه 10 كامل مع بعض. نبدا هذو تحسبوهم كيما راهم بالاله الحاسبه، ديروا 13.7 في 7.5 تقسموا على 2.5. ملاحظه مهمه، علموا ولادكم يخدموا بالاله الحاسبه، ما تبقاوش تحسبوا لهم وتعلموا كل شيء. تعلم الاله الحاسبه، انا عندي نعلمهم كلش، نعلمك كيفاش يخدموا الاقواس بالاله الحاسبه، يخدموا الكوس، يخدموا السينوس، يخدموا المربع، يخدموا الجذر التربيعي، كل حاجه تخدم بالاله الحاسبه. حسبنا هذو، لقينا هذا النتيجه راكم تشوفوا فيها 41.1 في. حكمنا هذا الأس 10 أس ناقص 3 في 10 أس 7، مختلفين في الإشارة، ناخذ إشارة راهي هنا 10 أس ناقص 4 أس ناقص 3 عفوا، وعندنا 10 أس 7. كيفاش نحلو هذه؟ تساوي، نأخذ إشارة الأكبر، نكتب 10 وندير زائد، مختلفين في الإشارة، نطرح الطرفين، الكبير نقصوله الصغير، 7 ناقص 3 تعطيني 4، حطيتها هنا تشوفوا فيها. هاي هذه الربعة اللي درتها هنا هي هذه، مين جبتها؟ 10 أس 4 في هذه تطلع، كي تطلع واش صار لها؟ تغير الإشارة تاعها تولي 10 أس زائد 4. أنا واش نديرو كي نكونو نخدمو في الدروس تاع الدعم اللي عندي؟ نقول لهم دائما هي القاعدة واش تقول، كي تجمعوا هذو تولي هذه 10 أس 4 هنا، هذا كي يطلع واش نديرو من القاعده تاعينا؟ كي نطلعوا واش نديرو؟ نطلعوا ونغيروا الاشاره، ما ندير لا زائد بيناتهم ولا ناقص، نطلعوا ونغيروا الاشاره. واش درت هنا؟ كي بهذه الطريقه اللي نشرح لهم بها باش ما نبسط. هما واش يديروا ان جينيرال دراري عندي؟ يفتحوا يديروا زائد، يفتحوا قوس ويديروا قدامه ناقص. حنا ما نديروش هكاك. هذه عندي انا 10 اس ناقص 4، نطلعها ندي هذا الأس نطلعه ونبدلوا الإشارة، نطلعوا مع هذا ونبدلوا الإشارة، ونحي هذه العشرة ونحي كلش باش نبسطها أكثر. تولي عندنا 10 أس 4 اللي صبناها في العملية الأولى زائد 4 تاع هذه ناقص 4. إن شاء الله تكونوا تفهموا عليا. واش تولي لي؟ 10 أس 4 زائد 4 تعطيني 10 أس 8. فهمتوني؟ نعاود في أول عملية عندي هذه، جمعت الأعداد كلها مع بعض، حطيتهم مع بعض، مش جمعتهم يعني جمعتهم في كسر واحد، في جمعت الأسس في كسر واحد. هذو نحسبهم بالآلة الحاسبة عادي ونحط النتيجة، وهذو حنتعامل معاهم. كنا هذا 2 نكتبوا 10، مختلفة في الإشارة، ندي إشارة الأكبر اللي هي 7 ونطرح الطرفين، 7 ناقص 3 تعطيني 4، اتفقنا عليها. نروحوا لهذا، قلت لكم هذا ندي غير الأس، ندي الأس تاعي راهو ناقص 4، نطلعوا ونبدلوا الإشارة تاعو. هذا واش ندير؟ تعطيني 8، 41.1 في 10 أس 8. نروحوا دوكا باش نقدروا واش قال لك، أعطي الكتابة العلمية للعدد هذا النتيجة اللي صبناها 41.1 في 10 أس 8. إن شاء الله تكون تبين لكم. نروحوا واش نديروا لها الكتابة العلمية تاعها. الكتابة العلمية وشنو هي؟ نخلو رقم 1 قبل الفاصلة، رقم 1 والباقي يروح كامل بعد الفاصلة. يعني الفاصلة راهي هنا راح نحركوها، شوفوا كانت هنا حركناها لهنا. كيفاش نحركوا الفاصلة؟ هذه تقراوها في السنة الأولى متوسط. نديروا تساوي دايما، هذه طريقتي أنا، نديروا تساوي دايما قبل العدد. واش ندير؟ ونشوف الفاصلة كيف تتحرك. إذا كانت باتجاه المساواة فهنا تروح بالموجب، إذا كانت تبعد على تساوي هنا نديروا الناقص. وين؟ في الأس. كيف؟ راح نشرح لكم. عندي هنا 41.1 في 10 أس 8 ولا أي عدد عندكم تساوي، تحطوا تساوي منا. كتبوا معايا مليح ان شاء الله راهو يبان صح، راهو يبان. ديرو تساوي منا ونحسبوا نكتبوا الإشارة. قلنا إذا حركنا الفاصلة في الاتجاه هذا فهي تروح بالموجب اتجاه تساوي. إذا ما تقولش في الاتجاه اليمين واليسار، الذراري ما راحش يفرقوا بين اليمين واليسار وما عندوش وقت والذراري ما راحش يفرقوا في الفرض ولا في الاختبار بين اليمين واليسار. أصلا هو ما يعرفش أصلا راسو وين راه.
نديرو ناقص منه. دوكا تتحرك تكتب العدد فاصل واحد، ما نكتبوش الواحد، في 10 أس 8. كون معايا راح نحركوا الفاصلة. الفاصلة كانت هنا، حركناها لهنا، حركناها في اتجاه الموجب، يعني نديرو زائد. شحال حركناها من مرة؟ حركناها مرة واحدة، يعني زائد 8 زائد هنا زائد 1 تعطينا 4.11 في 10 أس 8 زائد 1 9. شرا تكون تفهموا واش راني ندير لكم. اللي ما فهمش يكتب لي في التعليق راح نشرح له اكثر. فهمنا هذه؟ جاوبنا على اول سؤال. باش ما يجيش الفيديو طويل راح نخلي لكم هذه اللي بعدها نكملوها احسن. درنا الكتابة العلمية وجاوبنا عليه، هي 4.11 في 10 أس 9 زائد. إذا حبيتوا ديروها ما تهمش الزائد، نقدروا نحاول نستغناو عليها. نروحوا السؤال اللي مورا. احسب، أعطي حصر F بين قوتين متتاليتين لعدد 10. F مكتوبة تساوي، تبان F تساوي 22 في 10 أس 8. باش نقدروا نديروا حصر العدد F بين قوتين متتاليتين لعدد 10 لازم أول حاجة نكتبوها كتابة علمية. كتابة علمية كيفاش نديروا لها؟ F تساوي، هنا كيعطيك عدد ما عندوش فاصلة. دائما نقول للتلاميذ توعي اللي يجوا عندي، الفاصلة كي يكون عندكم عدد ما فيش فاصلة، الفاصلة راهي مخبية وراء آخر رقم. هاو آخر رقم، يعني الفاصلة راهي مخبية مور سنين هذه. واش نديرو؟ نكتبوا العدد تاعنا في 10 أس 8 كما فهمتكم من قبل. هاي الفاصلة مخبية، نحركها 1 2 3. أول حاجة لازم نتفقوا عليها درناها في الأول، كي نديروا الكتابة العلمية لازم نخلوه رقم 1 قبل الفاصلة. الفاصلة مخبية هنا في آخر رقم عندنا. نبدأ نحسب 1 2 3، الفاصلة تجي هنا، حركناها 3 مرات، 1 2 3. نديرو حركناها في اتجاه تساوي، يعني في اتجاه الموجب، نديرو زائد. تبان زائد صح. حركناها مرة 2 3. هنا F تساوي 2.022 في 10 أس 8 زائد 3 11. اتفقنا عليها هذه؟ اتفقنا عليها. دوك نروح نديرو الحصر. هاوليك الحصر. الحصر شنو هو؟ ناخذ العدد تاعنا كيما صبنا في الكتابة العلمية، هاوليك ندير له هذه. بزاف دراري ينساو هذه تحت تساوية، هذه أصغر أو يساوي. تساوي لازم نديروها أصغر أو يساوي. واش نديرو؟ ناخذ هذا الأس، القوة هذه 10 أس 11، نحطها كيما راهي هنا، ونروح الطرف الثاني 10 أس 11 نكتب هذا كيما راهي. إذا كانت بالناقص نكتبها من ثاني بالناقص، ندير غير القوة صح. واش نديرو لها؟ زائد 1، زدنا لها الواحد. واش تولي لنا؟ 10 أس 11 أصغر أو يساوي 2.022 في 10 أس 11 أصغر أو يساوي 10 أس 12. 10 أس 12. إن شاء الله يتبين لكم وتكونوا فهمتوا عليا. 11 نزيدوا لها 1 تعطينا 12. هذه هي الحصر تاعها. رتبة مقدار، السؤال اللي موراه أعطي رتبة مقدار العدد F. رتبة مقدار العدد F واش نديروا له؟ نحكموا هذا الجزء الصحيح تاعنا من العدد ونديروا 2.022. أي تبان هاو العدد. واش نديروا له؟ ننظر أول رقم بعد الفاصلة. واش عندنا احنا أول رقم بعد الفاصلة؟ عندنا صفر. شوفوا فيه هاو صفر. نحطوا من تحت 5 6 7 8 9 ما يبان لكم، والفوق نحطوا 4 3 2 1. هذا الصفر إذا كان ينتمي إلى 1 نكملوا حتى الصفر الفوق. إذا كان ينتمي هذه المجموعة ناخذ الجزء الصحيح فقط. إذا كان ينتمي هذه المجموعة اللي هي قلنا 5، هاي 5 هنا، فوالا 5 6 5 6 7 8 9، راح نزيدوا لهذا رقم، يعني تولي 3. لمن ينتمي راهو ينتمي يجي من الصفر حتى للربعة. واش نديروا؟ ندو هذا الجزء فقط. إذا رتبة مقدار هذا العدد هي 2 في
10 أس شحال قلنا 11 12 هذيك خطية، لأنه النتيجة حنا صبناها هذيك، ما ديروش 12 ماشي هذه 10 أس 11. ولازم يكتبوا لك هذه. كاين تلاميذ عندي واش يجاوب لي رتبة مقدار العدد هي 2 خطأ. 2 و2 مع 11 صفر ماشي كيف كيف، ما تعطيناش نفس النتيجة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. راح نكمل لكم التمرين الثاني ان شاء الله.